عارفين ليه يوسا ضرب ماركيز بنية في وشه؟ الحكاية بدأت نهاية السبعينات قدام أحد دور السينما، لما كان ماركيز ومراته واقفين فيوسا جاي عليهم، فماركيز بيفتح دراعاته كده لصديقه، فيوسا بدل ما ياخده بالأحضان اداله بنية في وشه. فالكل بيسأل ايه اللي حصل، معرفش ايه. فضل الموضوع طي الكتمان لحد أحد الأصدقاء المشتركين بين يوسا وماركيز قال على السبب إن يوسا كان شخص نسوانجي. طب ماركيز إيه علاقته بالموضوع؟ هقول لكم. في مرة من المرات يوسا راح في علاقة غرامية مع واحدة ومراته عرفت الموضوع، فلما عرفت الموضوع وهي كده زعلانة بتقول له يعني أنت فاكر إن أنا محدش بيبصلي؟ ده حتى صاحبك ماركيز حاول معايا. طبعا يوسا اتجنن وراح لماركيز قدام دار العرض وضربوه اداله حتة دين بنية، حتى ماركيز اتصور بالبنية دي. المهم يعني مرات ماركيز زي أي ست جدعة بتقف مع جوزها، ردت على يوسا وقالت له على فكرة أنا جوزي لو عمل كده فأكيد مش مع مراتك، هو ذوقه حلو في الستات. رد صح. فموقف مرات ماركيز عجيب الصراحة، بس عجبتني للأمانة. أنا من أنصار اللي هو لو حد يعني بينتمي ليا حتى لو غلط قدام الناس على الأقل يعني إيه أكون معاه، يعني بعد كده نتحاسب بينا وبين بعض. وعلى فكرة من ضمن مؤلفات يوسا كانت أطروحة بيتكلم فيها عن 100 عام من العزلة، لكن بعد الموقف اللي حصل ده رفض إن الكتاب ده يترجم. حكاية طريفة جدا الصراحة. قولولي كنتوا عارفين القصة دي قبل كده؟ ولو حد عنده معلومات أكتر ياريت يقولي.